تبدأ أحداث الحلقة 28 مسلسل أسود فاتح بإن كارmen بتتابع حديثا وتقول إن أشرف قام بإعطاء عقد الزواج مقابل أن أذهب إلى المحكمة ليعترف أن خالد هو من قتل راغب، وأني كنت أعمل مع سيف وأنقل له كل أخبار راغب، وأن أشرف هو من قال لي أرسل لك رسالة الخيانة الخاصة براغب وقت المؤتمر. رانيا تذهب إلى أشرف ويخبرها أنه قام بإنهاء كل الأوراق الخاصة بشركتها الجديدة، وبيسألها من الذي سيدخل معك شريك، وتقول له رانيا أنه خالد. يحاول يخبرها بأنه متهم ولم يأخذ البراءة، لكن رانيا تخبره أنها واثقة بأنه بريء ولم يقتل. مهدي بيقوم بتسليم أوراق مهمة إلى سيف، وبعدها سيف بيقوم بإعطائه مال، وهناك أحد الأشخاص يراقب مهدي وقام بتصويره مع سيف. زاهر تصل إليه رسالة بها الفيديو الخاص بسيف ومهدي، ويقوم بتشغيل اللاب والمقارنة بين الشخص الذي سرقه وبين هذا الفيديو، ويكتشف أن مهدي هو نفس الشخص الذي سرقه. رانيا تقابل خالد بعد خروجه من السجن وتخبره بموضوع الشركة الجديدة، وإن الجيار سوف يدخل معه شريك، ولكن هناك مشكلة وهو أنه يحتاج ضمانات على هذا المبلغ، بأن أعطيه شيكات وأخاف أن يستغلها ضدي، وخالد يخبرها أنه هو من سيمضي له هذه الشيكات. سيف يتفق مع حسن أنه سوف يفتح شركة جديدة في نفس المجال، ولكن باسم حسن، وبالمقابل يمضي له حسن على ضمانات تضمن له حقه بالشركة. خالد ورانيا بيذهبوا إلى شهدي لإمضاء الشيكات، ويخبرها شهدي أنه سوف يكون شريك معها في شركة خطاب بعد استرجاعها. يذهب سيف وعادل إلى مزاد وزارة الزراعة، ويكون متفق أن ينتهي المزاد على 5 مليون، وبعد أن يستقر المزاد عليه تأتي رانيا وتخبره أنه أخطأ خطأ كبير في أوراقه، وهو ما جعلهم يلغون المزاد ويقومون بتأجيله لمدة أسبوع. عمر يستغل أنهم متجمعون ويطلب أن يتزوج ياسمين، ولكن أمها توافق وتخبره أن القرار الأخير لياسمين. لترحل ياسمين وتتركهم، يذهب خلفها عمر ليعلم منها سبب هروبها من قصة الزواج في كل مرة، لتأخذه إلى الكباريه الذي كانت تعمل فيه وتحكي له كل شيء. ليتعصب عمر ويتركها ويرحل. رانيا تخبر خالد أن آية لها عدة أيام تسكن في منزل سيف. وفي آخر أحداث الحلقة 28 مسلسل أسود فاتح، بيذهب خالد إلى منزل سيف ويعلم من آية أنها تزوجت سيف، ليغضب كثيرا ويهددها أنه سيأخذ دينا منها رغم عنها.